العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، معكم في جولتها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأهم ما جاء فيها من أنباء. توفير المياه في إقليم شمال البحر الأحمر، نجاح أبحاث حلحلة في النباتات والفواكه، تنظيم ورشة عمل لتحسين وتنسيق برامج وزارة الإعلام، وباء الإيبولا يودي بحياة 100 شخص في الكونغو الديمقراطية، رئيس باكستان يتهم الهند بإثارة هستيريا الحرب، وأنغولا تتسلم 6 مقاتلات روسية. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. إلى حضراتكم سيداتي وسادتي الأنباء بالتفصيل. أعلن مكتب الثروة المائية في إقليم شمال البحر الأحمر بأن 62% من سكان الإقليم يحصلون على مياه الشرب الصالحة، في إطار الجهود التي شهدتها أعوام الاستقلال الماضية لتوفير المياه بتنفيذ 148 مشروع مياه بتكلفة بلغت أكثر من 267 مليون نغفة. وأوضح مسؤول المكتب في الإقليم السيد هبتتين برهاني عن تشييد 26 حفيرا و40 خزانا مع نقاط التوزيع والبنى التحتية اللازمة له في مناطق الإقليم عامة، بينما تجري أعمال بناء السدود والحفاير في رورا بغلا ونقفة وقلمت. وأشار إلى أن 48 مشروع مياه يعمل بمحرك الديزل، و68 بالطاقة الشمسية، والباقي يعمل بالضخ اليدوي. ويجري العمل لإرساء مشاريع المياه لتغطية النسبة المتبقية، حيث تم حاليا إكمال مشاريع مياه الشعب وإمبرمي التي كان مخططا لها الاكتمال في عام 2018، مشيرا إلى أن انخفاض المياه الجوفية كما ونوعا والوعي المتدني بالثروة المائية ونقص معدات المياه هي من التحديات الأساسية التي تواجه العمل، وتتواصل الجهود لتخفيف وحل هذه المصاعب. وقال السيد هبتتين إن مشاريع المياه تم تسليمها للشعب لتدار من قبل المواطنين وصيانة الأعطال من إيراداتها. وأشار إلى أن الاستكشاف والحفر للعثور على المياه في مديرية دهلك وكبكب وقلمت لم تحقق النتائج المرجوة، وخاصة أن التحدي كبير في مديرية دهلك ويتوجب إيجاد البدائل. أعلن مركز حلحلة الوطني للأبحاث الزراعية بأن الأبحاث التي قام بها المركز في النباتات والفواكه لرفع إنتاجية المزارعين وتغيير حياتهم قد حققت نتائج مرضية. وأوضح مدير المركز بالإنابة السيد سقاي برهاني أن الأبحاث تجري في النباتات والحيوانات والثروات الطبيعية والبستنة، ويتم توزيع النتائج لمشاتل جلوج وشمبقو وشعب وحقات وقحتلاي وأغردات. وذكر بأن الأبحاث والتجارب التي جرت في القمح والذرة والبطاطس أنتجت من 20 إلى 30 كنتالا من الهكتار الواحد، وتحقيق نتائج جيدة من أبحاث الدخن والسمسم والصوف والحمص والذرة الشامية والقطن والبامية والبصل والفلفل الأخضر والموز والمانجو والتمر. وأشار إلى توزيع نتائج الأبحاث للمزارعين النموذجيين في أقاليم الأوسط والجنوبي والقاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر. عقدت في أسمرة ورشة عمل في 6 أبريل بتعاون وزارة الإعلام والمركز الإريتري للكفاءة المؤسسية لختم الدورة التأهيلية في الإدارة والقيادة التي أقامها المركز لأعضاء وزارة الإعلام في مبتكلا للدفع بتنسيق أقسام الوزارة وتحسين برامجها. وقدم في الورشة مقترح تنسيق وتكامل لأقسام وزارة الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون وغرفة الأخبار وتنمية القدرات البشرية والهندسة وتقنية المعلومات والإدارة والمالية ومناقشتها.
وبحثت الورشة بعمق إدارة القدرات البشرية والوقت والموارد الأساسية الأخرى ونظام تقييم كفاءة الأعضاء وتنمية القدرات البشرية وثقافة التفكير الاستراتيجي والعمل المشترك وتنمية تطوير الفكر الإبداعي وحل التحديات. وأوضح وزير الإعلام السيد يمانة قبر مسكال في الكلمة التي ألقاها أن الإدارة كمجال تعليمي واسع يحتاج لكثير من الوقت، ومع ذلك من الأهمية تنظيم دورات تأهيلية تطبيقية تدعم القدرات الموجودة وتساعد للتعرف على النواقص والقصور. من جانبه أوضح مدير المركز الإريتري للكفاءة المؤسسية الدكتور أبيل هبتمريم أن الورشة نظمت لتقييم الدورة التأهيلية التي نظمت في مباتكلا في ديسمبر الماضي وتطبيق المقترحات المقدمة فيها. وقال المدير العام لقسم الصحافة السيد سلمون برهة ممثلا للمشاركين في الدورة التأهيلية أن الكفاءة المؤسسية هي عملية ديناميكية وليست فكرة تقف بعد التشييد، مشددا على مواصلة التأهيل المماثل. وذكر المشاركون بأن البرنامج إلى جانب التأهيل خلق أرضية للحوار والتفاكر، مناشدين لتطوير قدرات التنسيق الداخلي باعتباره أساس النمو والإنتاجية والفعالية، والعمل لتطوير قدرات استكشاف المواد من كل جوانبها، وأن تكون الأخلاقيات معيار المهنية. دعا مدير مديرية سلعة السيد وائل محمد علي لمنح الاهتمام الخاص لمحدودية انتشار مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وقال إن الطرق والمواصلات من المصاعب التي تؤثر على الخدمات الأخرى وضعا للاعتبار لتضاريس المديرية، كما أن خدمات المياه والصحة لا تضع الاعتبار لحوالي 23 ألفا من السكان. وحول خدمات التعليم وضح السيد وائل عن وجود 9 مدارس ابتدائية و3 متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة تستقبل جميعها 1100 طالب و43 نقطة لتعليم الكبار لأكثر من 1200 طالب، مؤملا انتقال المدارس إلى مبان أكثر ملائمة. وذكر بأن فرص العمل والتدريب الذي خلقته شركة زارا للتعدين في منطقة ركب ومشاريع المياه التي أرستها ساهمت لتطور المنطقة على أمل المساهمة لمد خطوط الكهرباء. وتبعد ركب حاضرة مديرية سلعة مسافة 310 كيلومترات من مدينة بارنتو. جرت في مديرية ملقي انتخابات مدراء الضواحي ولجان الصلح في المحاكم الأهلية. قال مدير مديرية ملقية السيد زرعي برهة إن الانتخابات التي جرت في 19 ضاحية هدفت إلى حصول السكان على الخدمات العدلية عن قرب. وأشار إلى أن أنشطة التوعية التي جرت قبل إجراء الانتخابات وانتخاب 45 عضوا في لجان الصلح للعمل في 11 محكمة أهلية. وأكد المنتخبون في لجان الصلح على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم للعمل بتفان وأمانة. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، رجاء ابقوا معنا. أخبارنا العالمية نبدأها من الكونغو، حيث أدى وباء الإيبولا في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة 100 شخص في أقل من 3 أسابيع وأكثر من 700 منذ إعلان تفشيه في الأول من أغسطس، وفق الحصيلة اليومية الأخيرة التي أفادت بها وزارة الصحة. وأفادت الإحصاءات الأخيرة بأن العدد التراكمي للإصابات بلغ 1117، بينها 1051 حالة مؤكدة و66 مرجحة. وأعلن تفشي الوباء في مقاطعة شمال كيفو وبشكل هامشي في مقاطعة إيتوري المجاورة. وهذه المرة العاشرة التي يتفشى فيها وباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1976، والأخطر في تاريخ المرض بعد تلك التي أدت إلى وفاة 10,000 شخص في غرب إفريقيا وبالتحديد في غينيا وليبيريا وسيراليون عام 2014. وللمرة الأولى يتم تطعيم السكان على نطاق واسع، وقد تلقى أكثر من 95,000 شخص اللقاح بحسب وزارة الصحة، وتحت هذه الحملة إنقاذ آلاف الأرواح وفق السلطات المحلية. في باكستان، حيث ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باللوم على حزب بهاراتيا جنات الحاكم في الهند
في إثارة هستيريا الحرب، وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز F-16 خلال مواجهة بين البلدين في فبراير شباط. وأضاف خان أن الحقيقة هي السياسة الأفضل دائما. ونقلت مجلة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن جميع مقاتلات F-16 الباكستانية موجودة، مما يناقض ما قالته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات. وخاض البلدان النوويان معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بعد يوم من عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي. قال وزير الدفاع الأنغولي سيلفيانو دي جيسوس سيكيرا إن بلاده تسلمت 6 مقاتلات روسية طراز سو 30، ومن المتوقع أن تتسلم 2 أخريين نهاية مايو. وذكر الوزير الأنغولي لوكالة سبوتنيك بأن أنغولا كانت دائما تتعاون جيدا مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني. ووفقا للعقد تم بالفعل استلام 6 طائرات من طراز سخوي 30، وبقي استلام طائرتين أخريين في نهاية مايو. وكان الرئيس الأنغولي جواو لورينسو قد أعلن أن زيارته إلى روسيا تأتي لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة للرئيس الأنغولي جواو لورينسو لزيارة روسيا نقلها في يونيو الماضي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف خلال زيارته إلى البلاد. عندما توقف فيبي فوكر بسيارته في سيدني بعد ظهر اليوم الأحد، كانت هذه نهاية رحلة استمرت أكثر من 3 سنوات قطعها المغامر الهولندي بسيارته فولكسفاجن التي حولها إلى سيارة كهربائية. وذكر موقع الحملة الإلكتروني أن مبادرة فوكر هي أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة كهربائية على الإطلاق، وبدأت بهدف التوعية بمستقبل خال من الكربون. وغادر فوكر هولندا في مارس عام 2016 وقضى 1119 يوما قطع خلالها أكثر من 95 ألف كيلومتر، وزار 33 بلدا في محاولة للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية. واعتمدت الرحلة على مساندة غرباء من مختلف أنحاء العالم قدموا الطعام والمأوى لفوكر، فضلا عن الوسائل الأساسية لشحن سيارته على طول الطريق. بهذا أعزائي المشاهدين قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم في أمان الله.